بالحرب تحرير الكويت شاركت مصر بفرقتين عسكريتين، وكانت أكثر تجهيز قوة عسكرية بعد المملكة العربية السعودية عربية، وكان لهم دور كبير. مصر كانت فرقة مدرعات وفرقة مشاة. فرقة مدرعات، كان فرقة مشاة آلية على حد ذاكرتي، لكن كان في فرقتين عسكريتين وشاركوا ضمن إطار حرب تحرير الكويت، وساهموا بالقتال لتحرير البلاد. ومن ينافي أو يقول عكس هذا الكلام هذا كلام غير صحيح. نعم، ما في شك، مو شفتهم، أنا شخصيا شاهد عيان على قتال القوات المصرية جنبا إلى جنب مع إخوانهم الكويتيين والسعوديين القوات العربية، وأيضا شاهد عيان أنا شخصيا وبعض الزملاء حتى ملابسنا العسكرية كنا نأخذها من القوات المصرية، كانوا يعطونا بدلات عسكرية، ما كان عندنا بدلات عسكرية. أنا أتكلم عن أول الغزو العراقي، يعني أول أشهر ما كانت عندنا حتى ملابس، يعني كان بعضنا لابس ملابس رياضة واللي ملابس التلفت، كنا نحصل الملابس من بعض الزملاء بالإمداد والتمويل للفرقة الرابعة المصرية. أنا شخصيا كان لبسي خلال الغزو من الجيش المصري، وأنا شاهد عيان على الموضوع وأقول هالكلام ولا فيها إلا فخرا وعزة لنا والإخوان المصريين طبعا والسعوديين. المملكة العربية السعودية ومصر يعتبر بالنسبة لنا كدولة جغرافيتها صغيرة وسكان صغير وضمن إطار قوة إقليمية كبرى. المملكة العربية السعودية ومصر دولتين لا يمكن أن نتخلى عنهم.